مرحبا وأهلا وسهلا بجميع متابعيني. بدي بداية أطلب من كل شي عم يشوفني جديد إنه يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس لحتى يوصلكن كل وصفاتي. اليوم عنا وصفة بوظة أو آيس كريم، جايبت لكم وصفة كتير لذيذة وسهلة ومقاديرها كتير قليلة، يعني راح أوفر عليك كتير وراح تساوي كمية قليلة ومقادير قليلة، كمية وفيرة من الآيس كريم إلك ولعائلتك وأطيب من السوق بألف مرة. بس انتوا تابعوني لآخر الفيديو لحتى أقلكن المقادير بالضبط والطريقة، وفي كتير ملاحظات هامة لنجاحها. بسم الله نبدأ ونشوف شو محتاجين. أول شي بيلزمني كريمة شانتي، ظرفين، طبعا أي نوع كريمة متوفرة عنا. هلا هالظرفين هدول بدنا نضيفلن كوب وأقل من نص الكوب حليب. أنا ليش قللت كمية الحليب؟ لأني بدي الكريمة تطلع سميكة معي ودسمة كمان، لهيك حطينا كمية هالحليب القليلة. هلأ بالخفاقة الكهربائية مثل ما نكون شايفين بدي ضل أخفق لحتى القوام يصير عندي شوي سميك. وهلأ بدي أضيف مكونات البقيانة. أنا عندي بالبيت قشطة، ضفت تقريبا معلقتين كبار، وبنفس الوقت أنا بارشة شوكولا بيضة، حطيت برش الشوكولا بيطلع تقريبا كمان معلقتين لثلاث معالق برش شوكولاتة بيضة. كمان بخفقهم مع الكريمة لحتى يتجانسوا مع بعض وما يضل عندي أجزاء من الشوكولا أو القشطة باينة. وعلى فكرة مشان بسط لكم الأمور إنه هالمكونين ممكن تستغنوا عنهم. خلصت خفق، هيك صارت عندي الحشوة جاهزة. وهلأ المرحلة الثانية، أي صينية عندي بدي بلش صف البسكوت فيها، أي نوع بسكوت سادة متوفر أو موجود عندكم. أنا بلاقي هالشكل هيك المربع ممتاز كتير، وبفضل إنه يكون النوع طيب. بنصفهم بهالشكل. وهلأ بضيف خليط الكريمة اللي سويناه. ممكن إنه نحط الكريمة بكيس حلواني ونضيفها فوق طبقة البسكوت، بس أنا لقيت هيك أسرع. ترجع هالشغلة لرغبتكن ولراحتكن، بصير هيك وبصير هيك. هلا أنا لو الصينية عندي إلها حراف على شكل مربع وإلها حرف، ممكن إنه البسكوت يثبت عندي أكتر، بس أنا مو متوفر عندي هاي الصينية. ممكن إني أحطها بأي صينية، بس بدي أحاول إنه البسكوت ما يبعد عن بعضه ويضل متماسك مثل ما أنا حطيته بالضبط. سوينا طبقة الكريمة قد ما فيني، سويتها مستوى واحد. وهلأ بدي أحط طبقة تانية بسكوت بهالشكل، نفس عدد البسكوت اللي من تحت. بضغطهم ضغطة بسيطة فوق الكريمة. بظبط الحواف بعد ما ضغطنا اللي طلعت معنا. وهلأ نايلون الطعام بدي غلفها للصينية، بس في ملاحظة هامة، لازم نغلفها 3 مرات أو 3 طبقات فوق بعض لحتى ما نسمح للتلج إنه يفوت لقلب الصينية، لأنه إذا فات تلج ممكن إنه البسكوت يتشتش معنا وما تزبط القصة.
هلأ كمية الكريمة اللي ضلت عندي رح ساويها بطريقة تانية، صفيتهم كمان بصينية تانية. هلا هون لا تهتموا انه البسكوت اللي من تحت شكله مثلا مو منتظم، بتقولوا انه هي مو مزبطة، لانه هون هي طريقة تانية بدنا ناكلهم البوظة بالمعلقة. برجيكم شو قصدي بآخر الفيديو. ضفت كمية الكريمة كلها البقيانة عندي فوق البسكوت، والبسكوت الزايد طحنته بإيدي ورشيتهم أو ضفتهم فوق طبقة الكريمة بهالشكل. هيك خالصين. كمان الصينية بدي غلفها نفس الطريقة الماضية. وهلأ بحطهم بالفريزر الصينيتين وبتركهم أقل شي 4-5 ساعات لحتى تتماسك طبقة الكريمة وتصير روح واحدة مع البسكوت. وهلأ أنا تركتها ليلة كاملة. شوفوا قدامكم ما شاء الله مو فايت أبدا تلج أو مي بقلب الصينية. وهلأ رح نقطع البوظة عنا وورجيكم هالسندويشات، سندويشات الآيس كريم اللي بتطير العقل، كيف شكلها وكيف قوامها. شوفوا ما شاء الله متماسكة وشكل كتير حلو. يمكن يكون مو ظابط بكل الجهات بس رح يكون الطعم ولا أروع. ومو كل البسكوت هيك، يعني ما فينا نساويه 100%، إجباري رح يطلع معنا شي مو ظابط. بالنهاية هو شغل بيتي ما شغل معمل. وهلأ أنا كنت مدوبة بشوكولاتة رح أضيفها بشكل عشوائي، المهم تعطي طعم، وكمان الشكل رح يكون كتير حلو. مثل ما نكون شايفين عم زينهم بالشوكولاتة، ما بتفرق أي شكل بدكن إياه أو بترغبوه، ممكن تتفننوا بأشكال مختلفة. وهيك الشكل النهائي. هلأ رح أضيفهم صحن التقديم. وشفنا بأول فيديو الطعم ولا أروع، والقوام بيطير العقل. وصفة كتير سهلة وكتير لذيذة وبتغنيكن عن إنكم تشتروا من السوق. حتى الشكل فخم، عن جد ما بتتخيلوا قديش أهل بيتي طار عقلهم بهالوصفة. وولادي طلبوها مني كل يوم ساويلن إياها، يعني من دون مبالغة كتير كتير طيبة. وهي الشكل الثاني مثل ما نكون شايفينه، كمان بزينها بالشوكولاتة وبناكلها بهالطريقة. فيكن تساووا هالطريقة، فيكن تساووا الساندويش اللي بتحبوه. بتمنى تجربوا الوصفات اللي ساويتها، وبتمنى إنه كل وصفاتي بقلب قناتي تعجبكم وتنال الرضا. وشكرا للمتابعة، وصحتين وألف عافية.